السلام عليكم. أهلا بكم في قناة الثقافة المصرية الحديثة. حلقة اليوم تتكلم عن مواصفات المصري الحديث في زمننا هذا 2024. الآن نحن في زمن التطور، ويجب علينا أن نفكر كيف نحسن وطننا وكيف نجعله أرقى وأحسن وأفضل. بالتعليم، أجل طبعا بالتعليم. عليك يا صديقي المشاهد نسي الجهل والكسل والتحلي بالأخلاق. الأخلاق هي رقم واحد في كل المجالات، وأنا أقترح عليكم 4 أشياء. أولا، الزي المصري الحديث. ثانيا، مكونات المواطن المصري. ثالثا، الرياضة. رابعا، الصناعة والإنتاج المنزلي للمواطن. بسم الله وحبيبنا سيدنا الرئيس، وطننا مصر، لكن هل تعلم أن من الممكن بفضل جهود إيجاد طرق لعمل مؤسسة أو شركة وطنية؟ هل تعلم ذلك؟ لا تتكاسل عزيزي المشاهد، يمكن أن تفعل كل شيء بالإنتاج والصناعة والإنتاج المنزلي. أنت قادر على إنتاج أي شيء. طور من مهاراتك، عزز من مهاراتك. أنت قادر، لست كسول، لا تكسل. ما هو عنوان القناة؟ عنوان القناة وطني، فيجب أيها المواطن التحلي بالصبر والعزيمة والإرادة. اكتب في ورقة ما هو في عقلك لتنفذه في يومك. خطط ليومك قبل فوات الأوان. عليك أن تخصص وقتا للتفكر فيه أيضا، لأن فكرك هو عنوان تقدمك في الدنيا وتقدم وطنك. بالفكر طبعا. وأحسن الأفكار هو الفكر الحديث المتطور الذي يجعلك سعيدا، لأنك سوف تحققه. لا تؤجل حلمك، بل افعله. مثلا أنا أفكر في عمل زي جديد يليق بالحضارة المصرية الحديثة في زمننا هذا الشيق المليء بالمغامرات والتكنولوجيا والثقافات والسفريات، وهذا الذي أتكلم عنه هو الزي المتطور للمواطن المصري، وسوف أعرضه لكم الآن. أرجو يا شباب أن تعجبكم هذه الأفكار، لأن هذه الفكرة تجعل الدنيا أرقى وأحسن. والأفكار لدى الإنسان ليست سيئة أو نسخر منها، ولا سخرية، بل إن كانت في شكل سوء فسوف يقنط الإنسان من أفكاره ولو سخروا منه، وسوف يحزن. فلا تبطلوا أحلامكم يا أعزائي، ولا تسخروا من بعضكم البعض، لأن السخرية تضعف الإنسان وتجعله بلا فائدة. فلا يسخر بعضكم من بعض. وهنا قد انتهت رحلتنا وفقرتنا وحلقتنا. السلام عليكم، وفي لقاء آخر إن شاء الله.